السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على واحد من اهم الاسباب اللي بتقابل حضراتكم واكثرها شيوعا، بتعمل الم في القدم، اللي هو الالم ناحية الكعب، ناحية ال الكعب من جوه. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، في حاجة اسمها اللفافة الأخمصية. ايه دي بقى؟ ده الكعب اهو، وادي الصوابع، في سجادة بتمسك من عند الكعب عند أكبر يعني مشكلة بتقابل الناس، الشوكة العظمية اللي عاملة عقدة للناس، ونهاية اللفافة بتبقى ماسكة في الصوابع. يعني انت لما بترفع الصابع ده الكبير والصوابع حتى الصغيرة بتشد عليها، فانت لو هي عندك بتبقى موجعة جدا. فيبقى هو غشاء ماسك من أول هنا من عند الكعب، وهو لما بيحصل فيه التهاب بيبقى في الألم ناحية الكعب من جوه، يعني ناحية الصبع الكبير، بس ناحية الكعب ورا. تمام كده؟ طيب، ايه الأسباب؟ بصوا يا جماعة، العظم عموما مفيش أسباب. يعني 99.9 من المنهج عندنا مفيش فيه سبب، هو ربنا أراد فحصل الموضوع. فمش هو ده الوضع، ومع ذلك في شوية عوامل مساعدة بيبقى ليها إلى حد ما دور، وفي نفس الوقت احنا لما بنهديها شوية الأمور برضو بيبقى ليها دور في تحسين الوضع. أشهرها زيادة الوزن. يعني أكيد اللي وزنه 100 غير اللي 90 غير اللي 80، فلو صدفة إن حصل الكلام دوت مع زيادة الوزن يبقى ينصح ان الوزن يقل. طيب، نفس النظام لو حضرتك من ضمن الناس اللي هي بتحب قوي تمارس الرياضة، وحصل التهاب اللفافة الأخمصية أو الشوكة العظمية وحصل فيها ألم، وحضرتك بتمارس الرياضة باستمرار، يستحسن تهدي الدنيا شوية. يعني مثلا لو انت متعود على 3 أيام في الأسبوع كل يوم نص ساعة، يستحسن مثلا يبقوا يوم مثلا. طيب، لغاية لما الدنيا تفك يعني. بصوا يا جماعة، ادي الرجل وادي الكعب، هو دايما بيبقى في المنطقة دي في الألم ده. بس لو انتوا شايفين دي أعصاب، يعني مش شرط يبقى الألم ده بس بتاع اللفافة الأخمصية، ممكن يبقى عصب. عادة لما احنا بنخبط في الأماكن ديت بيبقى معاه كهرباء، فلو في كهرباء يبقى مع اللفافة في اختناق في العصب. وديت أشهر الحاجات اللي بتبان لما بتقعد فترات طويلة. يعني لما العيان بياخد علاجات وما فيش مش راضي خالص يتحسن، بيبقى عادة في عوامل تانية مع التهاب اللفافة الأخمصية، أو نقول الاسم الشائع بالنسبة لحضرتكم الشوكة العظمية. طيب، وممكن يبقى في المنطقة الخلفية دي عند مكان مسكة وتر أكيلز، ويعمل لي همب هنا هوت، زي ما احنا خدنا من كام مرة كده هوت، من شهر أو من 2، أخدنا اللي هو الألم أو الالتهاب بتاع الكعب من ورا، احنا هنا من الجنب دلوقتي. طيب، على الناحيتين أنا بشك إن يبقى في مشكلة ليها علاقة بالروماتولوجي. يعني على الناحيتين والاتنين زي بعض، بيبقى من اشهر الحاجات مثلا الانكيلوزنج، اللي هو بيكون عظم في كل حتة، وكل اماكن مسكة الاوتار بتبقى تعبانة، معظم اماكن مسكة الاوتار تعبانة. او ممكن يبقى جاي من الظهر من فوق خالص، مش شرط يبقى الكعب، يعني في غضروف مثلا ومقصر. دورنا احنا بقى كاطباء ان احنا نطلع التفرقة في الحاجات اللي بالشكل ده. ايه الاشعاعات؟ يعني انا ما حطيتش الاشعه بتاعه الشوكه العظميه عموما، يعني بنعمل الاشعه العاديه بيبان فيها الشوكه العظميه. يا جماعه، الشوكه العظميه ملهاش علاقه بالوضع.
يعني ممكن نقول ان استمرارية التهاب اللفافة الأغمصية فترات طويلة بيعمل شوكة عظمية، بس مش معنى كده هوت ان الشوكة العظمية ديت. يعني احنا ساعات، ودي نادر، لما بنعمل العملية بنشيلها نفسيا عشان العيان بس يبقى مستريح نفسيا ان الشوكة تشال، بس هي ملهاش علاقة بالموضوع. ساعات بنطلب الرنين ورسم العصب لو انا شاكك في حاجات تانية، مثلا انضغاط للأعصاب، ده في كيس زلالي ضاغط على عصب في الحتة الفلانية فعامل الأعراض ديت، وهكذا. ورم حميد. التحاليل زي ما قلنا لو احنا شاكين ان في مشاكل روماتولوجي، زي الانكيلوزنج واشهرها الهالبي 27. طيب ايه العلاج؟ بصوا يا جماعة، كالعادة القص تحفظي، يعني بناخد أدوية، والأدوية ديت احنا بنحسب جرعتها على حسب السن وعلى حسب الوزن وحاجات كتيرة. المهم ان احنا بندي أدوية. أول كلمة حضرتك لازم تبقى عارف، على الرغم ان هو 90% إذا ما كانش 95% الناس بتتحسن، إلا ان المدة مهم جدا تبقى فاهم انها، يعني احنا محتاجين فترة طويلة على العلاج. مش بيبقى على العلاج الدوائي المدة دي كلها من 6 ل 8 أسابيع، لأن طبعا بيبقى فيها مسكن، والمسكن آخره معانا 10 أيام، أسبوعين. الست أسابيع للثمان أسابيع دولت، لأن بيخش حاجات تانية مع العلاج زي ما هنشوف دلوقتي. طيب، بنعمل علاج طبيعي، بس الأول بيبقى منزلي. يعني في الأول لما تبقى الأمور مستقرة، أهم حاجة إن أنت تعمل استرتش بالصوابع، عشان تعمل استرتش لللفافة الأخمصية اللي تحت، تمطها وتمط عضلة السمانة، انك تدوس بطراطيف صوابعك بالشكل دوت، او فكرة الكورة بتمط اللفافة، تمام، وبتمط ايه العضلة الخلفية بالشكل ده. وعلى فكرة، اقوى علاج طبيعي اثبت في اللي هو في منزلي هو موضوع الفوطة، وتشد عليها بالشكل دوت. فانت بتشد على اللفافة الاخمصية اللي هنا، وبتشد على الكاف ماسل او عضلة السمانة، تمام. طيب الامور ما نفعتش، يبقى احنا محتاجين بقى ايه؟ دكتور علاج طبيعي متخصص يبتدي يشتغل معانا. واشهر حاجه اللي هي الموجات التصادميه، اللي هي ايه؟ اللي هو بيبقى شكل المسدس كده، غالبا الدنيا بتفك عند 6 جلسات. الكلام دوت لما العلاج مش راضي يجيب نتيجه، يعني بنأخر شويه موضوع الشوك ويف، الناس بتبقى ساعات مستعجله فبنقدمه. بس انت لما بتصبر شويه، احنا قلنا طبيعته ان هو بياخد من 6 ل 8 اسابيع علاج. يعني معظم مشاكل العظم حتى لو بترد بتهدى في خلال اسبوع 10 ايام. اما بالنسبة لللفافة الاخمصية او الشوكة العظمية دي بتاخد لها بتاع شهرين عشان الدنيا تهدى. طيب اخبار الحقن ايه؟ بصوا يا جماعة، انا ضد الحقن بقى في الاماكن معينة كده هوت بيبقى الحقن ممتاز. انا ما بحبش موضوع الحقن. آه ليه ما بحبش موضوع الحقن؟ بصوا يا جماعة، هو مبدئيا طبعا لو الألم شديد ومش راضي يجيب نتيجة، الحقن طبعا كويس، مفيش فيه مشكلة. بس النتائج أثبتت إن الاستمرارية في العلاج الطبيعي على الفترات الطويلة أحسن مليون مرة من الحقن. فأنت لو مش مستعجل ومطول نفسك شوية، مفيش مشكلة، يبقى الأحسن إن احنا ما نحقنش. هو ممنوع؟ لا، هو مش ممنوع، ولا هو يعني متقال لنا مثلا في توصيات من منظمة الكاحل مثلا ان احنا ما نعملش الحقن، لا، ما فيش الكلام ده. بس هي اللي حقن واللي ما حقنش بعد فترة ديت، يعني من سنة لسنة ونص مثلا، لقوا اللي ما اتحقنش احسن. التاني مش وحش لانه بيتحسن في لحظتها. النقطة التانية، لازم تبقى عارف ان الحقن دوت بيبقى كورتيزون موضعي، ما بيبقاش فيه مشاكل ان شاء الله، بس كأنك ما خدتوش وكأنك اخدته طول العمر، يعني كأنك ما خدتوش، اخدت مية فما عملش اي حاجة من اي نوع، مش سحر.
فلازم تخف. ان شاء الله بنسبة كبيرة قوي بتخف، بس مش 100%، مفيش الكلام دوت عندنا في العلم. طيب، ومشاكله كمان ان هو من ضمن ان الكورتيزون لو سرح تحت اللفافة الأخمصية ونزل على الدهنة اللي تحت الكعب بيسيحها. لما بيسيحها بيبقى العظم ضايقة مباشرة على الأرض، فطبعا بيعمل مشاكل. وهي دي الحاجة الرئيسية اللي بتخلي النتائج على اللونج تيرم أقل، على المدى البعيد أقل من إنك تواظب شوية على العلاج الطبيعي. طيب، فاضل حاجة اللي هي الدعامات. يعني يا جماعة في ساعات حاجة اسمها نايت سبلنت، بنلبس نايت سبلنت كده اهوت. انا برضو نسيت اجيب لكم صورة ليها من شركات المستلزمات، تتلبس فترات الليل. طبعا نتائجها فوق الرائعة، فوق الرائعة. بس انت بيبقى مطالب انك تلبسها 3 شهور. حاجة مقرفة جدا، بلاستيكية في رجليا. في ناس ما بتطيقش الشرابات ولا بتطيق البطانية على رجليها. انت لابس بقى بلاستيكية عاملة زي الجزمة كده اهوت، بحزمة ليها دور انها طول الوقت عاملة استرتش على الكف وعاملة استرتش على الرجل، وبتمنع حاجة اسمها هايبر برونيشن. يعني ما بتخليش الرجل بشكل او باخر تلف لبره كده بميكانيزم. المهم ان هي ليها دور، بس مشكلتها انها حاجتين غالية جدا. يعني اعتقد انها معدية 800 حاجة زي كده. و... والنقطة التانية انها مقرفة في التعايش معاها. وبعدين زي ما بقولك انت ميتك. يعني هو معظم الكلام في الحاجات الشديدة قوي، اللفافة الأخمصية والشوكة العظمية الشديدة قوي، التعب الشديد قوي، ممكن يوصل معاك لغاية 6 شهور تلبسها. وطبعا دي حاجة يعني الدنيا ما بتبقاش كويسة فيها. غير كده هوت احنا بنعمل ايه؟ التصادمية دوت بيفك لنا حاجات كتيرة قوي، الدنيا بتبقى مستقر. نستخدم تلج ولا حر؟ طبعا الايس مهم، التلج طبعا هو الاصل، بس انا بزود عليه بصراحة حار، يعني كمان كمادات مياه دافية عشان ازود الدورة الدموية بعد البارد. تمام. طيب، في علاج جراحي. يعني لازم تكون وصلت لمرحلة، بعد الشر على الجميع، انك بتعيط. والعياط قعد فترة 9 شهور على الأقل. يعني استخدمت كل الطرق السلمية، من حقن والجباير والاسترتشات والعلاج الدوائي. 9 شهور وانت عمال تعافر وربنا ما أذنش، فبنضطر ان احنا نخش بنقطع اللفافة الأخمصية بشكل معين، غالبا بيبقى نصها بس. بنكحت المنطقة اللي بيبقى فيها التهاب، هو مش بيبقى التهاب، بيبقى حاجة اسمها degenerative process. وبنخرم الكعب، ولو معاه العصب مسدود بنسلكه. طبعا النتائج احنا بنفهم العيان، هو غالبا يا جماعة بيتحسن. اللي هو كان بيعيط ما بقاش بيعيط، بس هو بيبقى فيه تعب. يعني احنا ما عندناش عمليات بتدخلك زيرو، بتدخلك توكيل فتطلع الدنيا مية مية. لا، هو بيحسن الأداء وبيقلل الأعراض وبيزود الوظيفة. فبدل مثلا ما كنت بتمشي مثلا نص كيلو، بقيت بتمشي أكتر. أعتقد كده الموضوع تقفل بالنسبة لحضراتكم. والجزء كمان اللي هو التمارين اللي في البيت، وصحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.